مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة من ملعب ميلود هاتفي بوهران في هذه القمة المحلية بين ناديين كبيرين، بين مدرستين كرويتين عريقتين. مولودية وهران واتحاد الحراش يلتقيان اليوم في لقاء غير عادي، بين قوسين غير عادي، من ناحية الحماس والإثارة والنكهة واللذة، لأنها مباراة كأس الجزائر. يلتقيان اليوم ليس لقاء في مباراة من مباريات البطولة الوطنية، بل في الدور الثمن النهائي من المنافسة الأكثر شعبية، منافسة كأس الجمهورية كما كانت تسمى، أو كأس الجزائر، بهذه الصور الجميلة من كلتا المناصرين. من جانب اتحاد الحراش 74 شاهدة على صدق الجاني، احنا اول من احرز الكأس في القسم الثاني. يا لها من كلمات سنعود لها بالتفصيل. اثناء المشاهد من سماه بقيصر افريقيا انه الجوهر بيلي. نعم، الجوهر البرازيلي بيلي هو من سمى الراحل ميلود هاتفي رحمه الله بهذا الاسم، لان طريقة لعبه تشبه كثيرا طريقة لعب القيصر الألماني فرانس بيكن باور. هذا ملعب نفذها وسجلها دهار. واتحاد الحراش الذي صنع المفاجأة وهو في القسم الثاني وأزاح وأقصى من العملاق شبيبة القبائل. نعم، اتحاد الحراش في القسم الثاني أزاح شبيبة القبائل بهدف مقابل صفر، هنالك بملعب المجاهد الراحل حسين عيد حمد. نتمنى أن ترتقي هذه المقابلة إلى المستوى المطلوب، إلى مستوى مباريات كأس الجمهورية التي تختلف كثيرا في نكهتها، في حلاوتها، في حماسها على الميدان وعلى المدرجات.